بتنبسط قد ايه لما يقول لك حد ازيك يا زعيم، ازيك يا بوس، ازيك يا مدير؟ يا ترى الموضوع ده بيبسطك لغايه فين؟ عايز احكي معاك في موضوع انه الراجل بيحب انه يبقى متسلط، بيحب انه يبقى المدير، بيحب انه يبقى الزعيم والراس. وساعات كتير انا بشوف التسلط والزعامه اني ابقى رقم واحد، اني اول ما اروح البيت لازم يكون متحضر لي كل حاجه، اكل وشرب، لبسي مغسول، كله تمام، وواقفين انتباه في البيت مستنيني ارجع. ولما بيحصل عكس كده انا بتنرفز وبتضايق، لانه انا الزعيم، لانه انا المدير. بس عايز اخدك لانجيل لوقا واصحاح 22، والمسيح بيتكلم عن مين هو الكبير. بيقول لهم تعريف غريب جدا على مين هو المدير ومين هو الكبير. لهم اللي عايز يبقى الكبير لازم يبقى الخدام، اللي عايز يبقى الجامد واللي جنبي واللي معايا لازم يعمل زيي. والمسيح عملها بطريقه عمليه يوم خميس العهد، اتزر بمنشفها، يعني حط فوطه حوالين وسطه، والكبير ده راح غسل رجلين الصغيرين، راح غسل رجلين التلاميذ، حبهم للاخر وتواضع للاخر. انك تكون كبير مش معناها انك تكون نمبر 1، مش معناها انك لازم الناس تقف لك انتباه وتسلم عليك كده وتقول لك انت الكبير انت المدير. انك تكون كبير انك تكون خدام للكل، انك تكون كبير انك تيجي الناس ليك وتحكي لك مشاكلها وانت تحتضنهم. شجعك لو انت اب وعندك ولاد، عايش مع زوجة جميلة قوي في بيتك، انك تكون كبير انك تبقى محتضنهم، وانك تبقى مشغول دايما باحتياجاتهم وبتلبيها لهم، انك تكون المكان الملجأ اللي لما بيحتاجوا ان هم يترموا لحد بيجروا عليك. دي الزعامة اللي المسيح علمها للتلاميذ، ودي التسلط اللي ربنا يقصده لما قال لهم تسلطوا على الجنة كلها. يعني خلي بالك من الحاجة، مش تزعمها، مش ديرها، مش سيطر عليها، بالعكس طبطب على الخليقة، حبها، اكرمها. مبدأ الزرع والحصاد في الكتاب، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. على قد ما هتزرع حب في الناس اللي حواليك وفي ولادك وفي الناس اللي انت بتخدمهم وبترعاهم، على قد ما هتحصد حب، على قد ما تاخد love perfect، محبة حقيقية من قلب ربنا تجاه الناس، على قد ما هتحصده في أيام انت هتكون محتاجها قوي. انك تكون كبير وانك تكون أب مش معناها انك تكون مدير ومتزعم، معناها انك تكون خدام وملجأ للناس تترمي فيه في الأوقات الصعبة زي إلهك.